السلام حبيباتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة، وان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. جيتكم حبيباتي فيديو جديد، فيديو متنوع ومخالف على غير العادة. ان شاء الله حبيباتي يعجبكم. وقبل لك نبداو ما نساوش نصليو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على بالي حبيباتي طولت عليكم، امي لي ظروف على بها قلت بربي ان شاء الله راح نطلع عليكم فيديو وباذن الله راح يعجبكم هذا الفيديو. اني في دارنا نضايف، قلت نشارك معكم لقطات. لهنا جينا غسلنا هذا بشرطوط ولا كل واحد كيفاه يقول له. قلتنا جاي صغير، قلت نغسلوه نحطوه ينشف ونحطوه لوليدات على يقعدوا قدام الباب يرسموا. ساعات نحط لهم يرسموا، جابوا معاهم الوان وكراريس الرسم، وساعات يلعبوا. كتعرفوا الاولاد ما يكرههم الحاجه كل ساعه واش يديروا. وقلت حبيباتي نشارك معكم كيفاه كي رحت لدارنا هكا لقطات. ولهنا جات ما ربي يحفظها ان شاء الله دينا الغرايف تاع السنكيام تاع كاين بني وبنت اختي لما تما بعضهم قالت لهم راح ندير لكم اليوم الغرايف ولا البغرير، حنا نقولهم الغرايف تاع النجاح تاعهم. ربي ان شاء الله ينجح وليداتكم كامل. والله يبارك كما تشوفوا عجنتهم ومن بعد باه طلقتهم، ماشي يعني كما نقولوا الغرايف تاع بكري، وجو ما شاء الله يعني واحد البنه سبيسيال. صح هذوك اللي نديروا بالبراميكسور يجيو ملاح، مي هادو يكذب عليك ما كانش كيما الغرايف تاع بكري. لهنا ما شاركتش معكم كيفاه بلتهم، برك درت معكم لقطات هذا ما كان. وقلت والله غير نطلع على المشتركات تاعي، على بالي بلي باهم يستناو فيا. نقول لكم حبيباتي سمحوا لي يعني ما كانش عندي الوقت، امي هكا كنت فكرتكم قلت نحط لكم فيديو ولو يعني ماشي طويل. لهنا كما طيبتهم ودوك نعت لكم الله يبارك كيفاه جاو. وحنا كنطيبوا الغرايف في دارنا لازم تكون زبده تاع البقره ماشي مارغرين، ولا لازم زبده. واللي يحب يزيد العسل ولا السكر. كما تعرفوا الولاد يحبوهم حلوين. والله يبارك جاو ما شاء الله. هادو كان دارتهم مع الصباح فطرنا بهم وجاو الله يبارك ما شاء الله. لهنا الزبده كانت مع الاولين دارتها هكا ماشي دايبه، ومن بعد ذوبناها. هي الحق كي تذوبيها خير باه تجيك سهله. وهكا كما قلت لكم فطرنا بهم سخونين الله يبارك. كما الغرايف ما كانش كما يكونوا سخونين وتاكليها من الطاجين، هذيك هي البنه تاعهم. وبقاو شويه يعني الغدوه زدنا فطرنا بهم. لهنا مع العشيه زدت رحت عند اختي، درنا هكا قهوه مع العشيه. الحق لعبنا جرينا تفكرنا ايام زمان، تلمينا هكا لما ما شاء الله تاع الخواتات. الله يبارك. لهنايا البنات كانوا بنات اختي كانوا داروا لنا طمينه تاع الغرس، درنا قهيوه، جبنا قريعاجي للاولاد اللي ما يشربش لا حليب وقهوه وشويه كاطو. وقعدنا الله يبارك قعيده ما شاء الله. كما قلت لكم تفكرنا ايامات زمان، جرينا تسابقنا وعجبنا الحال. لهنا كانت قلات بنت اختي قلات الدقيق مع الغرس، كانت لقاتها من قبل وحطت لهنايا مغرفه تاع العسل. والله يبارك جات طمينه ما شاء الله. سورتو كي تشربي القهوه في الهواء الطلق يعني ما شاء الله. لهنا كانت قلات الدقيق كما شفتوا ونقات الغرس، ومن بعد حطت الدقيق سخون فوق الغرس بهذيك الغرس تطلق ما تبقاش يابسه، وزدت لها الزبده وعجنتهم كامل مع بعضهم كما كنت تشوفوا. ومن بعد طرحتها. وهاليك البنات لهنا كما حتى اختي هذه في دارها تاني في الدوار يعني ما شاء الله. اختي هي قناه حياه القريه، على بالي كاين بزاف منكم اللي يتفرجوها. عرضتنا هكا على قهوه، رحنا تقهوينا وقعدنا يعني ما شاء الله. كانت عشيوه الله يبارك، جوزناها مع الاولاد كانوا يلعبوا برا وحنا كنا مع بعضنا قاعدين، والبنات كانوا يطيبوا لنا في القهوه. ربي ان شاء الله يحفظهم. ونعت لكم هكا المناظر. هادو البنات المنظر الله يبارك في الربيع ما شاء الله يعني خير من كما هكا في الصيف. كما يحصدوا تعرفوا الصيف تجي شويه سخانه مع الحصاد، ما تجيش كما الربيع كتكون الارض خضراء.
مي معليش حنا مهم قعدنا واستمتعنا. ورجعتكم لهنا للطمينه بعد ما لمتها، رايحه تطرحها كامل وتقصها، وكانت حطت الحليب والقهوه يطيبوا حتى بزما تكمل الطمينه تاعها. وكنا شرينا تاني هكا شويه جي شويه كاطو، كما تعرفوا كي تكون اللمه مع الاولاد وكل واحد واش يحب يشرب. لهنا بعد ما طرحتها جبت المغرفه وتسقم فيها هكا بالمغرفه بعد تجيها رطبه والسطح يجيها يعني متساوي باه تقصها هكا، ما تجيش خشينه بزاف وما تجيش رقيقه. وهذه الطمينه حنا نقولها طمينه تاع الغرس، كل واحد كيفاه يقول لها. والمهم في الحكايه هذه هي لما البنات الشي الباقي يعني المهم هكا تلمينا على سنيوات القهوه، والفايده هي الضحك اللي ضحكناه والهضره اللي قصرناها. الحمد لله كما قلت لكم جوزناها يعني ما شاء الله. قعدنا هكا كملنا العشيه كامل وجينا روحنا. وباذن الله البنات الفيديو القادم راح نشارك معكم الدوار تاعنا وين كنت نسكن كي كنت صغيره. استناوني ان شاء الله المره الجايه راح نشارك معكم باذن الله. لهنا كما تشوفوا كي قصتها مقرودات وهكا كتقصها تعاود تعدل كل وحده كل حبه وحدها، ودوك تشوفوا النتيجه كيفاه جات وجات بلينا الله يبارك ما شاء الله يعطيهم الصحه. لهنا جبنا تاني شويه ديسير وخرجنا هكا لبرا وشربنا هذيك القهوه ما شاء الله حلاوتها كي تشربي القهوه برا وما تاكلي برا يعجبك الحال ونفسيه تاعك ترتاح. شاركت معكم حبيباتي المنظر كيفاه، شوفوا ما شاء الله الله يبارك. مام الهواء هذاك يعني ما كاش كيفو الهواء النقي، وكانت بروده يعني هذاك النهار كما اليامات تشوفوا اليامات هادو يعني ما شاء الله ما كاش ديك السخانه القاويه بزاف، يعني كان البرود هايل. لهنا كاين اللي يشرب قهوه كاين اللي يشرب قهوه حليب، كما قلت لكم ليسونسيال تلمينا على السنيوه هذه يعني وجوزنا وقت ما شاء الله. انا كما انا عجبني الحال وبديت الجو وهكا باذن الله راح شغل تنحي هذيك الطاقه السلبيه وتعاودي تجدي الطاقه تاعك ايجابيه. وهكا مليح الانسان يبدل شويه كل واحد يعني على حسب مقدوره. كاين اللي يروح يحوس في البحر، كاين اللي يروح في الغابه، كاين كما انا دارنا بعيدا نحب نروح تاني نبدل الجو في دارنا، نروح عند خواتاتي اللي مزوجين تما هكا نبدلوا شويه جو باك نرجعوا لديارنا نقصوا هذاك الضغط تاع الدار تاع الطياب تاع السياق تاع الاولاد. على بها الانسان هكا يحب يجدد هكا ولو بحاجه يعني بسيطه وعلى حسب مقدوره، ونقولوا الحمد لله على كل حال. وغير تكون الصحه هي كل شيء، والانسان دائما يقنع بشي لا تاع ربي سبحانه. وهذه هي حبيباتي كنت شاركت معكم هذه اللمه تاع القهوه، والله يبارك ما تصوروش البنات كيفاه استمتعت واستنشقت هذاك الهواء المليح وجريت وكاني يعني طفله صغيره. جريت مع ولادي جريت مع اختي، سبقنا كما قلت لكم نشوفوا شكون اللي سبق وجوزنا يعني امسيه ما شاء الله. وهكا حبيباتي شاركت معكم لقطات من العطله تاعي، وان شاء الله نتوما تاني تكونوا حوستوا وتكونوا بدلتوا الجو يعني ولو بحاجه بسيطه، ولو رحتوا لدياركم ليسونسيال تبدلوا يعني هذاك الجو تاع الدار. هذا ما كان. وقبل لا كان نكمل الفيديو تاعي ما ننساش نشكر المشتركات تاعي الوفيات، نقول لكم حبيباتي بارك الله فيكم على التعليقات تاعكم الرائعه اللي قاعدين تخليوها لي اللي بها تشجعوني ونكمل معاكم باذن الله. نقول لكم بارك الله فيكم حبيباتي، ربي ان شاء الله يعطيكم ما تمنى. كان هذا وحبيباتي الفيديو تاعي تاع نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. ولا كان عجبكم ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب، واللي ماشي مشتركين في القناه نقول لكم حبيباتي اشتركوا في القناه وضغطوا على زر الجرس باه يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. نشوفكم حبيباتي في الفيديو القادم بربي ان شاء الله. وكما قلت لكم راح نشارك معكم وين كنت نسكن بكري في الريف، وين كنت نسكن يعني مناظر ما شاء الله خلابه، مناظر روعه اكيد راح تعجبكم. استنوني حبيباتي الفيديو القادم باذن الله. سلام.